ماشي كيهضر على الاسلام وتاريخ الاسلام لانه الحيط القصير في هذا الزمان. غنشوف في هذا الفيديو 5 فضائح سوداء لمصطفى السوينقا، وخصوصا الفضائح الاخيره فهي اخطر ما في المقطع. جبنا لكم بسوينقا اليوم باش نقادو مع شي دواصه يخلط فيهم تخليطه ما هياش. مشى من البرنامج ديالو اجي تفهم ودخل في شي دروبه ما ديالوش، وبلا ما نطولوا تلقونا الفراجه. السي مصطفى معروف عليه الكلام في المواضيع اقتصاديه واجتماعيه بالدرجه الاولى، حتى ولاد عنده على القاعده جماهيريه سمينه. ومن هنا بداو خوتنا اعداء الدين كيستغلوا لينا خلنا في الله بقصد او بدون قصد بالترويج لشي حويجات خايبين بزاف. الفضيحه الاولى، السي مصطفى خرج لينا بواحد المنشور في الفيسبوك كيسول المغاربه واش مع القانون ديال تجريم الزنا او لا. كان السؤال جاي من واحد الملحد كيسول مجموعه من الهندوسيين والبوذيين والملاحده. هذه ما درت لي فيها ما يطلب السي مصطفى، واخا نعيا المطلوب ديال بنو علمان ونتعارف باش يبقاو المغربيات بلا شرف وبلا كرامه ويضحكوا على الخليجيين والعرب كاملين بحال عيالاتهم وصحاباتهم والشله ديال الحرم اللي دايرين بهم. وبلا ما نطولوا ندوزوا الفضيحه الثانيه. السي مصطفى طلع مع واحد العشير ديالو كيسخر من الدكتور حمزه الخالدي اللي رد على السوينقا بسبب هذاك المنشور ديال الزنا. واشهد ان القائد القدوه محمدا عبده ورسوله أقام لنا منار الحق، لكن أضعنا مجده السامي فضعنا. أضعنا الطريق، أضعنا الأثر، أضعنا الدروس، أضعنا العبر، أضعنا الثناء، أضعنا الفكر، أضعنا شريعة خير البشر. رأيت الحقيقة قلب البصر. السيد كيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيتني عليه وانت كتستهزئ به، وهذاك خونا اللي معاك ما عرفتوش الصراحه وما بغيتش نعرفو، باين انه من هذاك اصحاب اليسار اللي كيستهزئوا بالدعاة والمشايخ. هذه اللقطه وعندك ينطبق عليك قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نرد البال مزيان وكمل الآيات. الفضيحة الثالثة وهنا ندخلوا مع عالم سقي، واخا هادشي اللي فات راه ثقيل وفيه ما يتقال. فهذيك الحلقه ديالك على التاريخ المغرب والجزائر، والله ولو ما عرفنا شكون سميت هذاك مول الحلقه لا قلنا ما يكون دايرها غير شي ملحد او شي كافر بالله العظيم. اول فضيحه درتيها هنا وهذه صعيبه بزاف، انك وصفتي الدوله الاسلاميه بانها دوله هشه وما كاينش شي قانون كيأثرها غير الشرع والاعراف والتقاليد، بعكس الدوله الحديثه اللي كتحاكم القوانين الوضعيه. والقانون ما مضبوطش، هي الشرع هي التقاليد هي داك الشيء اللي طاح على الحاكم في راسو هو وقالت، وهذا الشيء تيخلي الدوله التقليديه تكون هشيشه. الريح اللي جاي يديها راه الكلام خطير جدا. زعما شريعه الله عز وجل والاعراف التي لا تخالف دين الله ماشي قانون يصلح لحكم الدول والشعوب بالسوينقا، وأن القوانين اللي وضعوها البشر خير وأفضل من شريعة رب البشر. إذا جا فيلم يقول ثم هذيك الدولة الإسلامية اللي قلتيها الشرع كانت حاكمة نصف الكرة الأرضية من المغرب الأقصى إلى جاكرتا، وكانت البرتغال وإسبانيا بل وأوروبا الشرقية كلها كانت تابعة لها في وقت من الأوقات، والدول الإسلامية اليوم كلهم عايشين في الذل والمهانة. الفضيحة الأخرى أنك جعلت الغاية والهدف من الفتوحات الإسلامية هي المال والغنائم والمناجم والذهب والفضة، وماشي نشر رسالة الإسلام والدعوة إلى دين الله تعالى. وهنا عاود ثاني ننبهكم، راه ملي تنقول له امبراطوريات اللي شدوا شمال افريقيا راه تندويو غير على الشمال النيت اللي مبرد وفيه ما يدار الفلاحه وكذا، اما الجنوب اللي فيه الجبال والصحراء ما كان حتى حد مسوق ليه، حيت اولا صعيب توصل ليه بالجنود، لافير تتقام عليك غاليه وما فيهش الربح بزاف، حيت في الغالب في الجنوب القبائل تيكونوا رحل، ما كاين لا زرع لا والو، يعني ما كاين لا ضرائب لا والو، يعني ما كاين لا ربح لا والو، يعني صافي حيد بلاش. الله تعالى قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتح. الله تعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا الكلام هو نفس كلام الملاحدة والمستشرقين وأعداء الإسلام والمسلمين عموما، وكتعاود أنت رغم خطورته. دابا واش أنت معانا ولا معاهم؟ ولو كان هذا الكلام صحيح زعما كاع الناس اللي كانوا في شمال إفريقيا غيبقاو على الإسلام هذه المدة كلها وما يرتدوا عن دين الله، وهما عارفين بأن هذوك الفاتحين هدفهم المال والسلطة. شوف لي استعمال الفرنسي والإنجليزي اللي كان هدفه الثروة والمال، خدا داك الشيء اللي بغى من البلاد المحتلة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وبقي المسلمون على دينهم وعقيدتهم. المهم راك شاد شي طريق ما هي هذيك، والنهاية ديالها لا تبشر بالخير. والفضيحة الثالثة في هذا الفيديو أنك جايب علماني
شر وعدو المسلمين وجعلتيه هو كاتب الحلقه اللي قدمتي. وقبل لا نبداو عاوتاني بغيت نشكر الصديق العزيز الاستاذ نبيل مولين المؤرخ المغربي اللي صمم والف معنا هذه الحلقه. دار خدمه خياليه ديال المصادر والتوثيق التاريخي اللي غادي تلقاها في صندوق الوصف. هذا راه لا علاقه له لا بتاريخ المسلمين وبالعكس هذا كيطعن مباشره في الخلفاء الراشدين. Les 4 premiers qu'on va appeler plus tard les califes orthodoxes et les califes oumeyyads légiféraient dans tous les domaines. Et on le voit toujours dans les ouvrages de Sunna, c'est-à-dire des traditions attribuées à Mohammed, où une grande partie des traditions n'émanent pas de Mohammed, mais des califes bien dirigés d'une part et des califes oumeyyads d'autre part. كيستضيفوه في القنوات الفرنسيه لتشويه المسلمين وتشويه سمعه الاسلام وتاريخ المسلمين. Sur les plus de 6000 versets coraniques, il y a moins d'une centaine de versets qui concernent les domaines législatifs, droit de la famille, économie, société, encore moins en politique, ce qui laisse une marge de manœuvre très très intéressante pour les penseurs puis pour les acteurs musulmans d'évoluer et de s'adapter. Ce qui manque maintenant, c'est une véritable morale de responsabilité, pour reprendre un terme du sociologue allemand Max Weber. وتبييض جرائم فرنسا السوداء والجرداء والقاحله في المغرب ولا غيره من البلدان. السلوين كاع ما تكلمش على 100 مليون ديال الهنود الحمر اللي قتلوا الاوروبيين في امريكا و100 مليون ديال الافارقه اخرى اللي تقتلوا في التجاره الثلاثيه من المستعمرين الاوروبيين وعشرات الملايين ومليون من البشر اللي ماتوا في الحروب العالميه وجرائم امريكا والاتحاد السوفيتي واوروبا في كل بلدان العالم. ماشي كيهضر على الاسلام وتاريخ الاسلام لانه الحيط القصير في هذا الزمان اللي ما بقاو فيه رجال ونساء اللي ممكن يدافعوا على دين الله في هذه الارض هذه.